هلو يا حلوين، دلوقتي هنتكلم في منهج أولى ثانوي 2026 الترم الأول طبعا، وهنبدأ بتمهيدي المنهج اللغة الفرنسية، طبعا منهج مصري. طيب في الأول خالص كده لازم نتعرف على نطق الحروف، سواء انت كنت خدت فرنسي قبل كده في ابتدائي أو إعدادي أو لسه ليك أول مرة، برضو تعلم معايا تنطق الحروف علشان ده هيفرق جدا معانا في منهجنا السنة دي، واحنا بنقرا الكلمات واحدة واحدة طبعا واحنا بنقرا الجمل. يلا بينا نبدأ. هقوله طبعا، هنقوله ورايا. أول حاجة كده حرف آ آ بي 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 سي 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 دي 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 U U U. طب يلا بينا نقولها بطريقة لذيذة جدا. A B C D U A B C D U. نكمل النطق F F F G G G H H H I I I J J J K. من الأول مع بعض بطريقة لذيذة. A B C D U F G H I J K. مرة كمان. A B C D U F G H I J K. آخر مرة وبعدها هنكمل. A B C D U F G H I J K. يلا بينا دلوقتي هنكمل. الجزء اللي جاي سهل قوي فركزوا فيه، هنخلصه بسرعة. L M N O P L L L M M N N O O O P P P. البي هنا فيها باور كده، قوة، بطلع هوا من بقي. بي على عكس البي اللي كانت فوق. بي 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 بي. انما دي بي بي. من اول ال يلا بينا. L M N O P L M N O P. نكمل. Q R S تاني. Q R S مرة كمان. Q R S Q Q Q Q R R R R. وفي بعض الأحيان بتتنطق R R، وقليل جدا بتتنطق أخ أخ. يبقى أغ أر أغ 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 أر أخ. أس أس تي تي. U V U V U V U V U V U V W X W كده عاملة زي حطينا في جنبها في تانية فبقت دبل، زي كلمة دبل بالإنجلش، يعني اتنين. اتنين في حطيتها جنب في طلعت لي W. X X X X Y أو
إيجريك أو إيجريك أو إيجريك أو إيجريك زد. يبقى يلا بينا من الأول خالص. هقول جزء وتقولوا ورايا. A B C D U F G. يلا ورايا. A B C D U F G. آخر مرة. A B C D U F G. نكمل. H I J K. تاني. H I J K. لوحدكم. H I J K. نكمل. L M N O P. L M N O P. تاني. L M N O P. نكمل. Q R S. Q R S. T U V. Q R S. تاني. Q R S. T U V. T U V. Q R S T U V. W X. W X. W X. Y Z. Y Z. طيب لو ناخد بالنا كده جنب كل لدغة جنب كل حرف فيه كلمة. احنا ليه ما خدناش الكلمة دي؟ هناخدها بس لما نتعود الأول على قواعد النطق، وده الجزء اللي موجود ناحية اليمين. طيب قبل بس ما نكمل كده، اللي لسه ما عملش لايك وسبسكرايب يلا بينا كده على اللايك والسبسكرايب عشان كل الفيديوهات اللي هتنزل توصلك وما تفوتش أي درس. يلا بينا نكمل. دلوقتي هنتكلم عن الحروف المتحركة. لي فويال. ايه هي الحروف المتحركة؟ الحروف المتحركة عامل لكم رسمة كده لذيذة خالص. بصوا كده. ده كده سمايل فيس. السمايل فيس ده هنحط جواه حروف A U I وحرف ال U اللي هو اليو. حلو قوي. مش بس كده، هنعمل له كده ايه زي دبدوب كده. هنعمل له 2 ايه ودان، ودن يمين وودن تانية شمال. مش بس كده، هنكتب جواها كده حرفين. بصوا الحروف المتحركة هنقول مع بعض كده أغنية لذيذة قوي. ايه ضربت ايه قالت اي او يو. ايه ضربت الاي قالت اي او يو. طب يلا كده بينا واحنا بنشاور كده عليهم عشان تبقوا فاهمينهم اكتر. ايه ضربت الاي قالت اي. الاي فين الاو دي بقى؟ اهي الاو. بصوا اهي حرف الاو اهو. يبقى تاني. ايه ضربت اي قالت اي. ايه ضربت اي قالت اي. او واهي اليو. اش اللي هي الاتش. اش اللي هي الاتش والايجريك اللي هي الواي. يبقى هي دي الحروف الفويال اللي عندي اللي هم ايه. ايه ضربت اي قالت اي او يو. تاني. ايه ضربت اي قالت اي او يو. اش ايجريك. طيب حرف الاش حكايته حكايه. ليه يعني؟ انا هقولك. ساعات حرف الاش ده اللي هو الاتش ده اللي انا بشاور عليه ده ساعات بيبقى فويل وساعات ما بيبقاش فويل. طب وبعدين انا اعرف منين؟
هناخد ده مع بعض في خلال الكلمات ونعرف امتى نعتبره متحرك وامتى لا. تمام كده؟ يلا بينا نكمل. يلا نكمل. دلوقتي هناخد الجزء بتاع الحروف الساكنة. الحروف الساكنة هي أي حرف غير الحروف الفويل اللي احنا لسه اخدينها فوق. تمام، حلوة قوي. طيب، في قاعدة مهمة جدا جدا جدا. الحروف الساكنة في نهاية الكلمة لا تنطق. يبقى الحروف الساكنة في نهاية الكلمة ايه؟ الحروف الساكنة في نهاية الكلمة ايه؟ لا تنطق. ندخل في الجزء اللي بعده. حرف السي. حرف السي ساعات بيتنطق اس وساعات بيتنطق ك. طب امتى بيتنطق اس وامتى بيتنطق ك؟ اس لو جه بعد دي حرف من الحروف دي اللي هما الاي والاو والايجراك، ساعتها هنطقوا س. سيرك سيرك. مرسي. ليسي. سيكليست. طب امتى انطق ك؟ لو جه بعده اي حرف غير الحروف دي، زي مثلا جه بعده حرف الآ هنطقها كا، حرف ال كل، حرف الأو كو، حرف الأو كو. يبقى هنطقها ك لو جه بعدها اي حرف غير الحروف الايه؟ الاي اللي هو اسمه اي عندي بالفرنسي، والاو والايجريك. يلا بينا نكمل. حرف الاو. حرف الاو اهو. حرف الاو ده امتى بنطقه؟ لما بيجي في نهاية كلمة تكون عبارة عن مقطع صوتي واحد، زي جو، سو، لو، مقطع صوتي واحد. ففي الحالة دي أنا بنطقه. في الحالة دي أنا إيه؟ بنطقه. طيب، يلا بينا نكمل. عندي قاعدة هنا في غاية الأهمية. حرف الجي ساعات بنطقه ج وساعات بنطقه ج. امتى ده وامتى ده؟ بنطقه ج لو جاب على دي الاي والاو والايجريك. اي حاجة غير كده بنطقه ج. تعالوا ناخد امثلة. جي، جيلي، آج، ايجيبت. طب امتى بنطق ج لو جه بعده اي حرف غير الحروف دي. طيب ازاي يعني؟ اهو زي هنا جار، جا، جم، ديالوج، ديالوج، جراند، جري، جلاس. طيب، ندخل في القاعدة اللي بعدها. حرف الار. حرف مهم جدا. حرف الار ما بنطقهوش او لا ينطق في نهاية الافعال المنتهية بالاو ار. ونفس الكلام في الاسماء والصفات اللي بتنتهي بالاي او ار. اهو زي هنا اهو، او ار اهو، او ار اهو، او ار اهو، او ار اهو. الار دي مش هنطقها. الار دي مش هنطقها. اقول ايه؟ انا مش هنطق حرف الار هنا. زي ايه؟ امي، زي هابيتي، كارتي، دورني. طيب نكمل. حرف الاس. حرف الاس ليه عندي كذا نطق. حرف الاس ساعات بيتنطق ز. حرف الاس بيتنطق ز. هو ثانية اعلم عليها هي بالظبط. هنا اهو الاس اهي بتنطق ز. امتى؟ لما الحرف بيجي ما بين حرفين متحركين، حرفين فويل. طب وايه الحروف الفويل اللي خدناها من شوية؟
A ضربت E قالت I O U H Y. فحرف الاس لو جه بين حرفين متحركين هيتنطق ز، زي هنا شاز شاز، زي ميوزيك لوازي فغاز فرانسيز. بنطقه ز ز ز. تمام، يلا نكمل. حرف الاكس، حرف الاكس ليه عندي كذا نطق كتير قوي بقى، اس زد جز كس. امتى بنطق الس؟ لما بيجي في الارقام، يعني زي رقم 6 سيس، رقم 10 ديس. طيب امتى بنطقه الز؟ لما بيجي في ارقام بس مركبة، يعني مثلا هنا رقم 19 يعني ديز نف، فبنطقه الز ديز نف. 18 يعني ديز ويت، فبنطق الاكس هنا الز ديز ويت. امتى بيتنطق جز جز جز؟ زي كده example examen امتحان، exercise تدريب، example مثال، examen امتحان، exercise تدريب. امتى بيتنطق كس؟ ماكس ماكسيم، تاكسي تاكسي، اكسبريس. ده كده نطق الحروف، نتمرن عليهم حلو قوي ونعيد ونزيد في الفيديو كويس جدا، عشان لما نيجي المرة الجاية نتعلم ننطق الكلمات دي يبقى بالنسبة لنا نطقها سهل، هنعرف ننطقها. بس ده مش هينفع يتعمل غير لما نبقى متمكنين جدا من نطق القواعد النطق. يعني مثلا حرف الساكن بيجي في آخر الكلمة هنطقه ولا لأ، حرف السي النطق بتاعه، حرف الأو بنطقه امتى، حرف الجي امتى بنطقه الج وامتى بنطقه ج، حرف الاس امتى بيتنطق ز ز ز، حرف الار بنطقه في اخر الكلام ولا لأ، حرف الاكس، حرف الاكس هنا امتى بنطقه اس س، امتى بنطقه ز ز، امتى بنطقه جز جز، امتى بنطقه كس كس. فكل دي قواعد مهمة جدا نكون متمكنين منها حلو قوي، عشان المرة الجاية لما نيجي ناخد نطق الكلمات دي يبقى الموضوع سهل معانا واحنا اللي هنعرف نقرا. بس مهم قوي عشان اعرف اقرا الكلمة صح اكون متعلمة قواعد نطق. زي مثلا كلمة هنا، الكلمة دي لو احنا ما كناش اخدناها هنا هنعرف نقراها ولا لأ. فاحنا مهم جدا نعرف ان مثلا دي هنا بتنطق كس كس، فهاجي انطقها تاكس تاكسي، وهكذا. نتمرن على الفيديو ده كويس قوي، ما ننساش نعمل سبسكرايب علشان اول ما الفيديو الجديد ينزل تبقوا اول ناس تسمعوه. طبعا ما ننساش اللايك على الفيديو. اشوفكم المرة الجاية على خير. au revoir.